زي ما اتعودنا كل مرة بنتقابل مع حد وراه حكاية، نسمع حكايته تلهمنا وتعلمنا. والمرة دي معانا الكوتش الجميل مينا حنين. ازيك يا مينا؟ ازيك؟ ايه الاخبار؟ الحمد عامل لله، ايه؟ كله زي الفل. كله كويس. كنا لسه بنتكلم قبل ما نبدأ التصوير، بنفتكر أول مرة اتقابلنا فيها. كنت بحكي لك التجربة بتاعتي إن أنت أول مرة اتقابلنا مشيتنا على الإزاز. أنا فاكر كده طلعت لنا بشنطة، وأنا فاكر بقى هنلعب بقى شوية لعب وبتاع، فلقيتك بتحط الإزاز وبتقول لنا يلا نمشي عليه. ومشيت على الإزاز وكانت تجربة عجيبة جدا بالنسبة لي. فجه في بالي كده أسألك إيه حكاية الإزاز معاك؟ هو يعني البروسيس دي او العمليه ديت هي هدفها ان هي تساعد العقليه ان هي تقدر تستوعب ان احنا في حاجات نقدر نعملها، بس اللي بنمنع نفسنا من ان احنا بنعملها هو ان في افكار معينه او في ملفات كده في عقلنا. الملف بتاع اللي بيقول ايه، لا انت ما تعرفش، لا انت ما تقدرش، لا ما ينفعش. فكأن ان البروسيس دي او العمليه ديت بتدي ملف جديد لعقلي يقول لي لا انت تقدر عادي جدا، ما فيهاش مشكله. ف بيساعدني بقى انا كشخص، وبحاول بالبروسيس دي ان انا اقدر، او بالعمليه دي ان انا اقدر اساعد ناس تانية ان هي تدرك ان في بس عارف ليميتنج بليفز، اللي هو المعتقدات اللي بتحدك من ممكن ان انت تكون قادر على ان انت تعمل حاجات. بس يعني ساعتها انا لو بحط نفسي ساعتها وانا في الموقف ده، طيب ما ده ازاز وطول ما عمرنا عارفين الازاز بيعور وشوفنا الازاز بيعور. فكره لما انت بتقول لي طب امشي على الازاز وامشي خطوات، يعني همشي بس هتعور. فلو انت بتقول ان هو ان المخ ممكن يكون في حاجات موقفاه فعلا مش حقيقيه، ازاي افرق بين الازاز ده فعلا هيعورني ولا مش هيعورني؟ حلو قوي، ده سؤال حلو جدا. مبدئيا انت لما مشيت على الازاز اتعورت؟ لا. طيب كانت معجزه، ما اعرفش ازاي. انا بس اهم حاجه ما حدش يكسر ازاز في البيت ويمشي عليه. دي بس ما نعورش حد او بس انا اقصد اقول ان انت النهارده اكيد مش مع اي حبه ازاز موجودين في اي مكان اللي هو يلا هنمشي. اوكي. بس انت مريت ببروسيس معايا، وانا بقول لك ان انت النهارده هتقدر تعملها ومش هيحصل لك حاجه. وهنا التراست مهم جدا في العمليه دي. حلوه دي. التراست بتاع ان انت لما بتمر بموقف معين، انت مين الناس اللي انت بتلجأ لهم، او انت بتراست ايه اللي يخليك تعرف النهارده تفكر وعلى اساسه تحكم وتتحرك. احنا من غير ما بنتراست اي حاجه ومن غير ما نرجع لاي مصادر، من غير ما اي حاجه، نقول ايه؟ هي ما تنفعش. اوكي. خلصت نقطه. تنفع ليه؟ طب ما نجرب، طب ما نشوف. لا ما تنفعش. فدي النقطه اللي هي الفيصليه قوي، اللي هو إن انا بتراست مين اقدر ارجع له از ريفرنس او از مرجع، ابتدي اخد ودي معاه. فانت لما جيت قلت لي انا هتعور، مش هتعور، جرب. قصدك تراست هنا ممكن يكون تراست يا اما نفسي يا اما حد اعرفه يا اما ممكن ربنا يا اما بالظبط. فكره التراست ان جنرال مهمه جدا في طريقه في عقليتنا وفي طريقه تفكيرنا وفي حياتنا. حلو قوي. طب انت بتجربتك انت بقى، ايه اكبر، لو خدنا الازاز كده ميتافور كده، انه ايه اكبر ازاز مشيت عليه في حياتك، تجربه صعبه وعديت بيها في حياتك؟ انا عندي كتير يعني. عندي كذا تجربه، بس من التجارب الصعبه اللي انا مريت بيها هي كانت مع المخدرات. ان انا قعدت 9 سنين بضرب بودره، او اللي هو المخدر اسمه البيسا، وكنت بضربه سرنجات طبعا. فدي كانت من التجارب الصعبه جدا عليا. ولما بطلت، دلوقتي مبطل مثلا بقالي بتاع حوالي 11 سنه او 12 سنه، بعد ما بطلت حاسس ان هو لا، دلوقتي بقى في فرق كبير جدا في حياتي، وحاسس ان هو زي كأن انا فعلا عديت على الازاز ده. اوكي. طب قصه الادمان دي شويه منتشره كتير في الشباب حوالينا، والدنيا بقت سهله دلوقتي في الحاجات دي. ايه اللي اصلا يخلي حد ممكن يقع في حته الادمان دي؟ السؤال ده يعني حلو جدا، ومهم قوي ان احنا ندرك ان مفيش حد وقع في الادمان كده في يوم وليله. يعني هو ما صحيش الصبح قال يلا بقى احنا عايزين النهارده ايه، ندخل في الادمان. خطوات بالظبط. في حاجات ترتبط عليها ان انا بقيت في المخدر، بس قبل ما اخد المخدر انا اصلا كان عندي اللي هي بيسموها الباترنز او الادكتيف بيهيفير، التصرفات الادمانيه دي عندي اصلا انا من وانا صغير. وعندي من وانا صغير دي علم كبير قوي. بس من اساسيات الحته ديت هو ان في ناس كتير جدا بتتولد بتبقى مثلا شخصيات حساسه، والاهل مش بيعرفوا يتعاملوا مع حاجه زي كده.
او ان بيبقى فيه في سن معين مثلا اللي هو داخل على سن المراهقه، ان العلاقه ما بين الاب والطفل او الشاب في الوقت دوت بتكون علاقه مش مبنيه على تفاهم المشاعر وتفاهم الافكار. فده بيوصل برضو للادكتيف بيهيفيرز ديت. فالمخدرات ممكن نقول ان هي اللي وضحت قوي البيهيفيرز دي، بس البيهيفيرز ديت او التصرفات ديت موجوده من قبل كده مع ناس كتير، وبنقدر ان احنا النهارده نستنتج مع ناس معينه ببيهيفيرز معينه ان الناس ديت معرضين جدا للمخدرات. طب لو انا كشاب وحاسس ان انا ممكن اروح في السكه دي، ايه العلامات اللي انا اشوفها في نفسي فابتدي كده تبقى زي لمبه نورتي، لا خد بالك انت ماشي في سكه مش يعني بغض النظر عن اللي سببها بقى، لا ايه العلامات اللي انا اشوفها قدامي تقول لا انا كده ماشي في سكه مش كويسه، ماشي في سكه هتوصلني ممكن للمخدرات. هو ان انا مثلا ابتدي ابص على جوانب معينه في حياتي، اشوف مثلا هل الجوانب دي لما انا مثلا بدخل فيها دايما ببقى عايزه اجيب اخرها، يعني كل حاجه انا بدخل فيها انا عايز اجيب اخرها، انا عايز ابقى فيها عايزها بزياده. فمثلا لو انا دخلت مثلا في علاقات، بما انك انتوا بتحبوا العلاقات، فانا لو دخلت في علاقه مثلا مع بنت، انا عايز طول الوقت معاها، انا عايز على طول معاها، انا مش عايزها تفكر في حد تاني، انا مش عايزها تتكلم مع حد تاني، انا عايزها، عارف انت اللي هو بدور على الحاجه المصدر الواحد، الحاجه الواحده وعايز منها كتير. مش بالانس، ما عنديش التوازن في حياتي، بدل مسكتها انا خلاص هي دي مش هسيبها بالظبط، وعايز منها كتير، مش عايز، مش العادي، مش طبيعي. وبتبان بقى في باترن زي الاكل، بتبان في باترن زي العلاقات، بتبان في المذاكره، على فكره في المذاكره بتبقى باينه جدا. على فكره في ناس كتير جدا كانوا بيضربوا معايا مخدرات، الناس ديت كانوا من اوائل ثانويه عامه. في ناس منهم كانوا في صيدله، في ناس منهم كانوا في طب. ايه اللي يخلي واحد زي كده؟ هو ان هو عنده نفس البيهيفيرز ديت موجوده من الصغر، وعنده فيها دايما بزياده، وطبعا كانت باينه في المذاكره بطريقه مش عاديه. هي فكره الزياده في الحاجه، يعني انا ماسك في حاجه بزياده، مش البالانس اللي هو عندي دي وعندي دي وعندي دي يعني. بالظبط. طيب بالظبط. انت كنت بتحكي ان انت فضلت 9 سنين في قصه الادمان دي، وبعدين الحمد لله خرجت منها بقالك 11 سنه، وخرجت منها العكس تماما ما شاء الله، بتلهم الناس وبتساعدهم وهكذا. اللي احنا عارفينه عن دايما المخدرات دايما كان يقول لك ان النهايه صعبه، يعني النهايه بتبقى مأساويه. ايه اللي يخلي، او ايه اللي في قصتك انت، ايه اللي خلى النهايه تتحول من حاجه انك هتبقى مأساويه لحاجه العكس تماما؟ ازاي خرجت من القصه دي؟ بص، هو يعني دايما بيقول لك في المخدرات كده ان انت الواحد بيتغير لما بيجيب قاع. حلو قوي. فالتغيير بيحصل مع الالم الشديد ومع القاع، ان انت خسرت كل حاجه، خسرت علاقاتك بالناس، خسرت اهلك، خسرت شغل جامعتك ومذاكرتك، خسرت نفسك، خسرت حاجات كتير. وانا ده اللي انا مريت بيه، انا خسرت حاجات كتير قوي، خسرت ناس وخسرت اصحاب خسرت نفسي وخسرت اهلي، وبقيت طول الوقت حاسس ان انا مش مبسوط ومش مرتاح وموجوع وتعبان ومخنوق، واقدمت على الانتحار. وفي مره من المرات ضربت ضربايه ومت، قلبي وقف، وكنت مع واحد في العربيه، والشخص دوت كان رايح يرميني في حته في الصحراء، ومعرفش ايه اللي حصل. انا زي كاني كنت نايم وصحيت، ولما صحيت لقيت صاحبي ده راح بصلي، انا كنت على الكنبه وهو اللي كان سايق عربيتي، وراح بصلي ضربني بالقلم ونزل جري في الشارع. انا ما فهمتش، بس يعني في الجو بتاع الضرب والمخدرات نبقى اي حاجه بتحصل ممكن تكون بالنسبه للناس غريبه، احنا بالنسبه لنا ما بناخد يعني ما بيبقاش في بالنا يعني. بس بعديها ب4 ايام الشخص دوت كلمني وراح بيقول لي انت كنت معايا ميت، وانا كنت رايح ارميك في حته عشان كنت هتعمل لي مصيبه، ولما انا ضربتك ونزلت جريت رحت بسرعه على ديتوكس اللي هو مكان لاعراض الانسحاب، وانا دلوقتي بقالي 4 ايام ولسه خارج وطالع دلوقتي على مكان علاجي بسببك. من اول الوقت ده ومن اول المرحله دي وانا ابتديت اللي هو حاسس اللي هو انا معقوله حياتي هتنتهي كده؟ وبرضه ما عرفتش ابطل، فضلت اضرب كذا مره،
وفي مره بقى اقدمت فيها على الانتحار، وكنت واقف على شباك بيتنا وببص على الارض علشان انا هرمي نفسي خلاص. وشفت نفسي على الارض في مشهد كده، واقف انا ماسك في الشباك كده وببص لتحت على اساس ان انا خلاص هرمي نفسي، وشفت نفسي مرمي على الارض واقع بشكل معين وميت. واللحظه دي كانت لحظه فارقه يعني في حياتي. نزلت وقررت ان هو لا، انا اكيد حياتي مش تنتهي كده، وانا اكيد في رساله معينه انا المفروض ان انا اعملها، ومش هسمح ان حياتي تنتهي من غير لما الرساله دي اعرفها واكون بعملها. نزلت من الشباك الوقت دوت ورحت قلت لاهلي انا عايز اروح مكان علاجي. رحت مكان علاجي، قعدت شويه، بطلت، بعد كده رجعت ضربت تاني، بعد كده بطلت، ومن ساعتها وانا مبطل يعني. يعني انا سامع منك اكتر من حاجه. سامع منك الجزء الاول انت بتقول ان انا كانه في قرار وفي اصرار ان حياتي مش ده شكل حياتي. وكأن كل حد في الادمان او حتى مش في الادمان محتاج يسال نفسه ايه شكل الحياه اللي هو لو دي النهايه بتاعته هيبقى شكلها عامل ازاي. دي حاجه سمعتها منك. الحاجه الثانيه فكره انك لا، ده انت مش بالتبطيل جت مره واحده، انت خدت القرار وبعدين وقعت، بعدين كملت تاني ووقعت وكملت ووقعت. فكره الاصرار دي مهمه جدا، انه خدت القرار مش شرط انه يتنفذ على طول، مش شرط انه الاقي ان الدنيا سهله، مش شرط انه خلاص يبقى كل حاجه متوفره، حتى لو صدق النيه بتاعتي ان انا عايز ابطل وناس هتساعدني. لا، طبيعي ان اقف واكمل. فدول سامعهم حاسسهم ان هم تولز كده ممكن الناس تستخدمهم في حياتهم سواء في الادمان او مش في الادمان. فكره ان ازاي اعمل تغيير صعب، يعني تغيير مش بس تغيير عادات، لا ده تغيير يعني احنا عارفين ان الادمان اصعب بكتير من فكره تغيير العادات يعني. فدي طب انت ضيف لي برضو كام نقطه كده عايزين نقولهم لحد عايز يعمل تغيير كبير في حياته او حياته مش راضي عنها. قول لي نقطه او اتنين كده تديهم نصيحه لحد لو عايز يعمل تغيير حقيقي. يعني انا شايف ان هي اصعب حاجه في التغيير مش ان الواحد ياخد القرار. ان الواحد ياخد القرار دي بتالي سهله قوي، بتالي احنا كلنا بناخد قرارات كتير قوي طبعا. والقرارات اللي هي بتاعت الساعه 11 12 بالليل دي اللي على السرير دي، عارفها، اللي هي انا بكره الصبح وهشيل حديد وبتاع انا من بكره الصبح يعني بص، وتدي لنفسك وعود كده بتاعت بالليل وتصحى الصبح انا بكره الصبح مش هشرب سجاير. بص اخر سيجاره ايه، وبكره الصبح مفيش سجاير. فبالتالي فكره ان الواحد ياخد قرار مش صعب. الصعب فيه ان هو لما بيصحى تاني يوم الصبح ويلاقي نفسه رايح يعمل نفس الحاجه اللي هو كان بيعملها، وبعد ما يعملها يبتدي يقول لنفسه مفيش فايده. مفيش فايده. والجمل بقى اللي هي بتاعت انا مش هتغير، انا حاولت كتير ومفيش فايده، وانا لا يمكن هعرف اتغير. الجمل دي هي دي اللي بتخليك ان انت تكمل في الانزلاق عادي جدا. انا بعد ما كنت كل مره بقع، كنت كل مره اللي بقوله ايه، هو مش مشكله، بكره تاني هحاول. وقعدت كتير جدا، كنت كل يوم بنزل اضرب وارجع البيت وبقعد قافل على نفسي بقول بكره هبطل، بكره اخر يوم مش هضرب تاني. واروح ماسك كان بيبقى معايا الكيس اللي فيه البودره واروح راميه. ودي بالنسبه لاي واحد بيضرب ده يعني ده جنان، اللي هو ترميها دي يعني اضربها وبعدين. فكنت كل مره اروح راميها، وبكره تاني يوم اصحى اروح برضه اجي اضرب ضربايه وبقيه الحاجه اروح راميها. نفس الحكايه عملتها مع السجاير. لما جيت ابطل سجاير انا كنت بعمل كده، كنت انام بالليل اخر سيجاره النهارده، اصحى تاني يوم الصبح اروح مولع السيجاره، اروح واخد العلبه واروح راميها بالليل. اولا مش هشرب، تاني يوم الاقي نفسي نزلت اشتريت، اروح اشتري فرط، اشتري علبه، اخد سيجارتين، اروح رامي العلبه. ففكره الجمل اللي انا بقولها لنفسي دي خطيره قوي، مهمه جدا. وكأنك رجعتنا للحته اللي انت بدات بيها، لحته التراست، ان انت كنت مصدق ان لا في تبطيل، انه في عارف انت الجمله في مسلسل بتاع مفيش حاجه اسمها تبطيل، مفيش تبطيل يا هانيا. ده اكنك رجعتني للحته بتاعت الازاز الاولانيه، انت مصدق ان انت هتعدي ولا مش هتعدي. صح، دي حته حلوه قوي. صح. انا بالنسبه لي بصدق جدا في فكره ان انا علشان اعرف اتغير انا محتاج اتراست ماي سيلف. حلوه دي. يعني انا محتاج اصدق في نفسي الاول، لان اللي بيخليني ان انا ما اعرفش اتغير هو ان انا مش مصدق في نفسي ان انا هقدر اعمل كده. وكل ما بصدقش في نفسي كل ما بلاقي نفسي الجمل بقى طب جربتها في حاجه ثانيه؟ يعني انت دي تجربه، يعني حد يقول لك طب ما هي جت في مره كده بالصدفه، جربتها في حاجات ثانيه؟ انا جربتها مع المخدرات، جربتها مع السجاير، جربتها مع الكانسر.
انا جالي كانسر من سنتين في الغده الليمفاويه، خدت 16 جلسه كيماوي، وبعد 16 جلسه كيماوي الدكتور قال لي ان انت لازم تعمل عمليه زرع نخاع. فقلت للدكتور اعمل عمليه زرع نخاع دي معناها ان انت هتسحب مني المناعه في وقت في كورونا اصلا يعني، ايه الحلول الثانيه؟ قال لي مفيش اي حلول ثانيه. وانا فاكر ان انا مشيت من عند الدكتور في الوقت دوت، رحت قلت لمراتي، قلت لها اكيد في حلول ثانيه. قلت لها انا مش هعمل ده، مش هعمل في مصر، في التمريض اللي بيحصل في مصر ده مع الحوادث الغريبه اللي احنا بنلاقي مثلا واحد دخل بس يعمل عمليه تجميل مات، فانا هدخل اعمل عمليه زرع نخاع ويشيلوا مني المناعه في وسط الكورونا. وقت صعب، الموضوع خطوه صعبه جدا. رحت قلت لمراتي، قلت لها بصي ما فيش حاجه اسمها كده، قلت لها هنلاقي حل. وهنا دي اللي هي نفس النقطه بتاعت الثقه، بتاعت تراست ان انت يو ويل فايند حاجه. عارف انت لما تيجي تدور على حاجه مثلا في الدولاب وما تلاقيهاش، عارف تعمل ايه؟ اول حاجه بتعملها ماما لو جيت وجبتها لك. صح؟ صح؟ صح. هي بتقول ايه؟ تقول لو جيت وجبتها لك. هي مصدقه انها هتجيبها، هي مصدقه ان انت هتجيبها، وانت بتدور متصدق ان هي ضاعت. بالظبط. فانت وانس ان انت مصدق ان هي ضاعت، انت مش هتشوفها. ايوه صح. عينك لا يمكن تشوفها، وهي عشان مصدقه ان هي قدامك. ده انت عارف من قدام عينك. وانت عارف هي بتعمل ايه كمان اول ما تيجي؟ تقول لك ايه؟ مفيش غيرها قدامك، مفيش غيرها انت قدامك. عمال تقول لنفسك مش عليها ضاعت، تلاقي حد رماها، تلاقي حد كذا. وهي بتقول طول الطريق وهي جايه كده في الطرقه اللي هي لو جيت وجبتها لك، هي شايفاها وهي قدامه وهو مش شايف. هي نفس الحكايه. انت لما بتصدق في نفسك، بتصدق في اللي انت بتقوله، انت هتفتح عينك على حاجات انت ممكن ناس تانية حواليك ما يكونوش شايفينها. فلما انا صدقت في دوت، عيني اتفتحت على فكره حاجه اسمها العلاج البديل، الالترناتيف ميديسن. العلاج البديل من خلال الاكل ولايف ستايل معين وهابتس معينه. فابتديت اقرا اكتر وابتديت ادور اكتر، وابتديت بقى نروح لنفس الفكره اللي قلت لك عليها، التراست بتاعت الريسورسز. انا بروح اسال مين؟ ايوه. ابتديت ارجع لدكاتره في امريكا بسالهم على الالترناتيف ميديسن، قالوا لي دي حاجه فعلا موجوده. طب يا جماعه اوصل لمين؟ لحد ما وصلت فعلا لواحده وابتديت اتابع معاها، ابتديت تمشي لي على نظام اكل، منعت كل السكر، منعت كل الكاربز، منعت كل اللحوم، بقيت بعيش بس على الخضار والفاكهه وممكن اخد سمك. عايش على الحوار دوت النهارده بقالي سنه ونص. عملت البات سكان، لقيت ان الكانسر حجمه قل ونشاطه قل فعلا، من غير ولا كيماوي ولا غير ولا كيماوي ولا اي حاجه. وخدت 16 جلسه كيماوي. الدكتور بعديها راح قال لي انت محتاج عمليه زرع نخاع بعد 16 جلسه كيماوي، مع حبه اكل وتغيير حبه لايف ستايل معينه والكلام دوت. لقيت ان الكانسر حجمه قل ونشاطه قل. التراست بيخليني ان انا افتح عيني علشان اشوف، وطول ما انا ما عنديش التراست ده، طول ما كل هيكون في اوبورتيونيتيز كتير حواليا وفرص كتير حواليا، لا يمكن اشوفها. حلو كمان ان انت بتتكلم في تراست، انه عندنا تراست نفسي، بصدق نفسي، او تراست ناس اكسبرتس في حته مختلفه، تراست ربنا بقدراته 100%. فكره التراست بشكل عام مش بس كمان بنحصر، ساعات نحصر التراست انه فلان خانني يبقى الناس كلها خاينين، دي ما نفعتش يبقى انا فاشل. فحلوه فكره تعدد التراست، وكل موقف حسب التراست تاخده منين بالظبط. ولا يمكن لو مثلا انا فور اكزامبل مثلا حصل موقف معين هو ما ياثرش على التراست، بس هو ياثر على علاقتي بالشخص. حلوه دي قوي قوي. لان انا ناس كتير مثلا بقعد معاهم الاقي ان هو مثلا وليه واحد صاحبه او هي ليها واحده صاحبتها، واحده صاحبتها خانتها في حاجه معينه، او اتنين ريليشن وخانوا بعض، يفقد التراست. هي دي اللي خاينه، مش العالم خاينين. بالظبط. انت فقدت العلاقه اللي ما بينكم، مش فقدت التراست. بالظبط كده. انت فقدت العلاقه بس، لكن التراست موجود لسه. التراست ده بتاعك انت اللي كان كنترولت. انت لما بتقول ان هو لما خاني انا فقدت التراست، فانت كأن ان انت خليت ان التراست بقى في دايره التحكم بتاعته هو. بالظبط. فبقى هو خانك، ومش بس خانك، ده خانك وبيتحكم فيك، ودمر لك بقيه حياتك وعلاقاتك كلها. وبيتحكم فيك. ده هو دمر فعلا بقيه حياتك بان هو خلاك ان انت مش هتثق في اي حد تاني. صح. يعني هو مش بس خانك، لا ده خانك ودمرك في ان هو خلاك ان انت تفقد. انت دايره التحكم بتاعتك انت في التراست دي بتاعتك انت، مش بتاعته هو. حلو. طب مين كان اصعب بالنسبه لك، التحدي بتاع الكانسر ولا التحدي بتاع الادكشن؟ تحدي الكانسر الصراحه كان اصعب. ليه بقى؟ تحدي الكانسر بالنسبه لي انا بعمل حاجه، يعني انت مثلا انا لما اقول مثلا للناس انا عايز ابطل مخدرات، الناس كلها هتشجعني. الناس كلها هتقول لي صح 100% اللي انت بتعمله صح 100%. هتلاقي ناس كتير قوي بتسبورت الفكره. وفي نفس الوقت لما انا كنت بضرب مخدرات كانت في ناس كتير قوي رافضه الفكره.
فانا وصلت البين جامد قوي. في نفس الوقت لما بطلت لقيت ناس كتير بتشجعني. الكانسر مش كده. لما جيت امشي على النظام الغذائي ده ناس كتير جدا بتقول لي ايه اللي انت بتعمله ده؟ يعني انت بتعمل ايه؟ انت بتموت نفسك؟ وناس كتير قالت لي لو هتعمل كده ما تتكلمش، ما تقولش. ما قلتش. حسيت ان انت بتعمل حاجه غلط اصلا. لو ما قلتش ايه ده، اقول لهم طب ده النتيجه طلعت، يقول لي حتى لو النتيجه طلعت ما تقولش، مش صح. انت كده ممكن تدمر ناس. دمر ناس في ايه؟ انا مش مسؤول، هو عايزين يعملوا كده يعملوا، انا ما بقولش ان هم لازم يمشوا على اللي انا بعمل بيه، انا ماليش دعوه. بس انا يعني ليه يعني ليه ان انا ما تجربتي ونفعت. تجربه ونفعت. طب ما هي ممكن تفتح ناس على حاجه، ما انا لو بقول ارجع دور ريفرنس، شوف اقرا واعرف. بس فكره بقى ان في ناس كتير رافضه ده، دي كانت صعبه قوي عليا. فكره ان انا اكون متواجد في مجتمعات انا مش عارف اكل الاكل اللي هم بياكلوه. احنا اصلا عندنا ميزه في الشعب المصري ان هو اصلا بيحب الاكل. فانت متخيل انا مش مثلا عامل دايت، يعني في ناس مثلا تعمل دايت يومين، لا انا مش عامل دايت. ده حياتك كلها. ده انا حياتي بقت كده. انا مش يعني مش الناس مثلا تقول لك ايه، الناس بتتضايق قوي لما ما بياكلش جانك. لا انا ما باكلش اصلا. انا ما فيش لحوم، ما فيش فراخ، ما فيش سكريات، ما فيش كاربس، العيش العادي اللي الناس بتاكله ده. فلا ده كان بالنسبه لي صعب جدا 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 جدا، خصوصا كمان لما ببقى متواجد في وسط ناس. بس ده كان في الاول، دلوقتي بقى الموضوع اسهل كتير. اوكي، فانت بتتكلم في التشالنج فكره انه تاثير الناس، انه في المخدرات انه مش وسط الناس، يعني مش هتعرض عليك المخدرات وسط الناس. الناحيه الثانيه الاكل لا، ده انت تروح تلاقي عزومات واكل كله، فكانه يعني الحاجه اللي انت مبطلها هنا مش قدامك طول الوقت. صح. المخدرات مش قدامي طول الوقت، بس الاكل قدامي طول الوقت. صح. حلوه برضو حته الفكره البير بريشر دي، انه ازاي فعلا الناس نفسها تتغير في حياتها، بس الاصعب التشالنج مش فكره الحاجه اللي عايز اغيرها، هي فكره الناس بتساعدني ولا لا. صح. فدي حته حلوه قوي ان انت نورت عليها. يس. طب تحب كده في الاخر لو عايز توصل مسج لثلاث افراد او اشخاص او ناس، يعني ممكن تكون لناس بشكل عام، ايه ثلاثه مسج ثلاث افراد مختلفين؟ انا هاخد من اللي احنا اتكلمنا فيه عشان ما نبعدش. فهاخد فكره التراست. فلو انا عايز اوصل رساله لحد لسه طالع من موقف هو فيه حاسس ان هو في شخص خلاه يفقد التراست، فانا عايز اقول له افقد الشخص، افقد العلاقه دلوقتي، بس ما تفقدش التراست. حلو قوي قوي. فادي مساحه ان انتوا تفقدوا بعض دلوقتي، ممكن دلوقتي بس انتوا محتاجين تفقدوا بعض، محتاجين تبعدوا عن بعض، بس انت مش محتاج تفقد التراست. حلو. فدي اعتقد حاجه انا فرق معايا، ويمكن انا فرق معايا في الوقت ده كمان. ممكن لو هقول تاني حاجه هقول على فكره الازاز. مره كنت عامل ليدرشيب كامب، وكنت عامل القصه ديت، وكنت ساعتها كان لسه عارف ان انا عندي الكانسر. فلما كنت ساعتها في الوقت دوت رحت للدكتور، الدكتور قال لي انا عندي خبر حلو وخبر وحش. قال لي خبر حلو هو ان احنا خلصنا الجلسات الكيماويه، الخبر الوحش هو ان الكيماوي ما عملش اي حاجه. فانا فاكر الوقت دوت رجعت لمراتي قلت لها تعالي هنطلع الكامب، وطلعت الكامب وعملت البروس بتاعت الازاز، ورحت قلت للناس، قلت لهم في ساعات كتير قوي ناس بتقول لك بص على نص الكوبايه الفاضي، وناس تقول لك على بص على نص الكوبايه المليان. قلت لهم انا بقى هكسر الازاز وتعالوا نمشي عليه. حلوه دي قوي. حلوه قوي. اطلع بقى بره، يعني عايز تقول اطلع بره بقى كل الاوائل اللي محطوطين فيها دي. ولا تبص على فاضي ولا مليان، انت تكسر ازازه اصلا وتمشي عليه وريح نفسك وامشي عليه. حلوه دي. فدي تاني مسج ممكن نكون انا عايز اوصلها، اللي هو ايه، لا في اوقات كتير جدا انت ولا تحتاج انت كده ولا كده، انت محتاج تمشي وتتحرك وتموف اون. حلوه قوي دي. موف اون. فدي يمكن تاني حاجه. تالت حاجه بقى انا هسيبها لك انت اللي تقولها. حلوه دي. التالت برضو من الكلام اللي احنا قلناه، فكره ان انت اختار الناس اللي حواليك حلوه اللي يساعدوك توصل للهدف اللي انت فيه. بسمع كتير قوي ناس تيجي تشتكي بعض مش مبسوط في القعده، طب قاعد معاهم ليه؟ الشله دي شكلها حلو وكانك بتخسر حته ايه، بخسر نفسي. فاختار دايما الناس اللي حواليك اللي يساعدوك توصل للحاجه اللي انت عايز تعملها دي. حلوه قوي. دايما الحته اللي هي الشهيره اللي اسمهم الفرانمز، هم اسمهم اصحابي بس في افعالهم اعدائي، ناس بتاذيني، فاختار الناس اللي فالثلاث رسائل حلوين قوي. رساله تكسر الازاز، ورساله التراست، واختار الناس يس
مش عايز اقول لك انبسطت قد ايه من من الحوار الجميل ده، وفعلا الهمتنا وتنوع في فكره جديده قوي، فكره التراست دي. مبسوط قوي ان كنت معانا النهارده. ماي بليجر. شكرا، ونشوفكم المره الجايه ان شاء الله.